السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا عارفين بقى رمضان يعني الفول. طبعا النهاردة هندمس مع بعض الفول ويبقى يطلع زي فول العربيات بالظبط. هيبقى زي الزبدة وزي الفل. هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجة انا جبت الفول زي ما انتم شايفين، ده فول بلدي. غسلته كميتك زي ما انت عايزة، نص ربع كيلو، انت عارفة استهلاكك ايه. بعد ما غسلته انا ما بنقعهوش، نزلت فيه بالدماسة. ما عندكيش دماسة عادي مفيش مشكله، اعمليه في الحله. وهقولك اما عايزه يوصل لنفس النتيجه ازاي زي الدماسه، هقولك اعملي ايه. غسلته وحطيته في الدماسه بتاعتي، ونزلت عليه بليمونه زي ما هي مصححه. وبعدين هنزل عليه زي ما احنا شايفين مع بعض بمعلقه بابريكا كبيره. عايزه اقول لكم طبعا بتفرق كتير جدا. زي ما احنا شايفين انا قبل كده عملته معاكم على القناه، بس كنت حاطه عليه عدس اصفر. المره دي قلت لا بقى اعمل فكره تانية وهيديني نتيجه كويسه برضو. هحط عليه فول بصاره، شويه فول بصاره صغيرين اللي احنا بنعمل منه الفلافل وبنعمل منه البصاره. عايزه اقول لكم هيفرق معاكم جدا جدا، وطعمه بيبقى زي الزبده. وكفايه النظافه، وان هو يعني النظافه وتوفير، وحاجتك في بيتك وعارفه معموله ازاي. يبقى انا نص كيلو الفول حطيت عليه معلقه بابريكا، معلقتين فول بصاره، والليمونه بتاعتي. حامله الدماسه دي على الاخر، علشان انا زي ما قلت لكم مليتها على الاخر وقفلتها وحطيتها على نار هاديه شعره، ومش هفتح عليها خالص عشان الفول ما يسودش مني. عشان كده بقول لك امليها على الاخر. تمام تمام. هوريكم هيحصل ايه. طبعا بعد ما سيبته بقى بصوا كتير، يعني بتاع ساعتين 3، ما فتحتش عليه خالص. بصوا فتحت عليه. عايزه اقول لك حاجه، طالما عطشله ميته كفايه وعاملاه شعره، الميه مش هتخلص بسرعه والفول هيستوي. لو انت مثلا نقص منك ممكن تزوديه ميه سخنه، اوعي تحطي عليه ميه بارده. تمام. بصوا الفول عامل ازاي. عايزه اقول لكم زي الزبده وزي الفل. وعايزه اقول لكم كل حاجه في البيت بركه. ولما تعملي الفول في البيت هتحسي برمضان ايه وهيفرق معاكي. جبت بقى نص كوبايه ميه، هنزل عليها بمعلقه نشا كبيره، ده طبعا بعد ما استوى خالص واتاكدت انه استوى. مش حبه وحبه ولا اي حاجه، ولو فول نضيف مش هيستوى منك حبه وحبه، هيستوى كله زي بعضه. تمام تمام. زي ما احنا شايفين اهو. احنا شايفين اهو مع بعض. قلبت ودوبت النشا، لازم تدوبيه بره عشان ما يكلكعش. ونزلت بيه وهسيبه يغلي غلوه واطفي عليه. وكده الفول بتاعي كان خلص وزي الفل. خدنا وقت؟ ما خدناش وقت. خد مننا مجهود؟ ما خدش مننا مجهود. خد مننا مصاريف؟ ما خدش مننا مصاريف. بدل ما تروحي تجيبي كل يوم ب5 جنيه فول شويه قد كده اهو، لا انت اعمليه في بيتك واملي بيتك بالخير والبركه. وكل سنه وانت طيبه ويعود عليكي الايام بخير يا رب. عايزه اوريكم بقى، بصوا شكله. انا طبعا سبته يغلي غلوه وما جيتش جنبه خالص. وايه بعدين طفيت عليه. اوعي تدوبي النشا جواه، دوبي النشا بره زي ما احنا شايفين. بصوا. ولو انت هتعمليه في الحله ما تحطي برضو ميته كفايه، ما تكشفيش عليه كل شويه عشان ما يسودش منك، وعشان يستوي كويس ويبقى زي الزبده. شايفين الجمال؟ شايفين؟ انا بقى عايزه رايكم في الكومنتات. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. بصوا بصوا. عايزه اقول لكم تحفه جدا، والريحه كانت قلب البيت. بصوا. ربنا يديم علينا نعمه يا رب. وكل سنة وانتم طيبين وبخير، ويعود عليكم الأيام بالخير يا رب، ويجعله شهر كده كريم ومفترج على أمة محمد كلها يا رب. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي. دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما